السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، شلونك؟ ان شاء الله تكون بخير يا رب. حياك الله اخونا المهتدي. نعم، مهتدي في 3 رمضان. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه امين وسلم يا حبيبي، هنيئا لك. اجمعين. يا مهتدي بقالك شهر شيخنا بس وشوي. نعم بس احب اشكرك، والفضل لله ولك. ثم اكيد يعني لك. الفضل لله. نعم. هسه الحمد لله والشكر، يعني صرت محاور قوي ما يعني شاء الله. الحمد لله. عندنا يعني المجموعه، وعندنا يعني من ضمن المجموعه، يعني شلون اقول لك، قمت احاور. وصراحه حيل استفاديت من الكتاب مالتك اللي هو اسئله حياره علماء الشيعه، حيل استفادت من عنده. اللي هي اسئله احب حيره اشكرك. علماء الشيعة في الامامه، يا ريت الاخوه يحطوا لنا علشان الناس تحمله برضو. الكتب عندنا كلها مجانيه باذن الله. يا ريت احد يضعوا لنا يا اخوه اسئله حيره علماء الشيعة حتى يحملوا الاخوه. اتفضل يا حبيبي اكمل. آه، نعم اخرام، احب اشكرك عليه والله العظيم. بس على فكره، اللي يريد يطرح من عنده شيء لازم يدرس الطرح قبل لا يطرحه. اشكرك. تدري ليش؟ ليش؟ طرحت على معمم، تمام. قبل 3 ايام او 4. تكلمت مع معمم احسائي، والحمد لله والشكر افحمته. هذا ما شاء الله. اول نقاش كان لي، يعني اخزيته والله قدام حوالي ما 30 شاء او الله 40 عليك. شخص. ما شاء الله والله عليك يا حبيبي. وقبل شويه، نعم، والبارحه تناقشت مع شخص لا ديني. ما شاء الله. ومن ضمن معلوماتي القليله انه تبين هو اباضي، بس هو يدعي ويعني يطرح بعض الشبهات علينا. فاهم شلون شيخنا؟ نعم. واليوم تناقشت مع شخص وطرحت عليه شروط الصلح. كان النقاش حول مبايعه الحسن لمعاويه، تمام شيخنا. نعم. وطرحت عليه الشروط اللي لازمه، وهو كان من الشروط انه لازم معاويه يعني يتحكم او يحكم ضمن الكتاب والسنه، صح ولا غلط؟ نعم. وخليته. نعم، وخليته يضرب بعصمه الحسن عرض الحائط، وخليته يضرب بعصمه علي عرض الحائط. يعني الحمد لله والشكر. انا شايف اكو نتيجه. والله، انا شايف اخي الحبيب ان آه، كل مهتدي فعلا بيبدا اللي بيتعلمه يبدا يحاول ينشره. دي اهم نقطه. نعم. انا بكلم الاخوه والاخوات المهتدين والمهتديات ان فعلا حاولوا توصلوا هذه الرساله بلطف ولين الى اهلكم والى اقاربكم حتى تصل، وحتى يعني تنتج لنا ثمار طيبه مباركه من كثره مهتدين وما شابه ذلك. جزاك الله خير يا حبيبي، واسال ان يوفقك آه ويسددك ويسعدك يا رب. نعم شيخ. بس على فكره، طرحت هسه كنت موضوع حوار، يعني طلعت وجيت. بس صراحه مشتاق لك والله العظيم، يعني مشتاقين هذا الصوت القوي الله اللي يسعدك. كسر ظهورهم والله العظيم. كنت بمجموعة، تمام، حوالي والله بها 7 أو 8 شيعة، تمام. بس السؤال اللي طرحته: هل علي ابن أبي طالب إمام أم غير إمام؟ ربك تخيل يشفي. والله العظيم ربك ساعة يتوفى. كاملة صار لي ما حد جاوبني على هذا السؤال. نعم. تخيل. ما شاء الله ما بس شاء الله. سؤال والله، سؤال واضح: هل علي ابن أبي طالب إمام أم ليس بإمام؟ والله العظيم صار لي ساعة ما حد جاوبني. جزاك الله خير يا ليش؟ لأن حبيبي. بارك الله والله فيك. لأنه عرفت أسلوبي. أحب أشكرك، وما أحب أطل عليك والله، بس إنه نريد نسمع صوتك هذا جزاك الله الشجي اللي خير. كسر ظهورهم. احسن الله وشكرا اليك. لك، ويا رب يثبتنا ويثبتك ويجعلك من امين يا الهاديين حبيبي، المهديين ان شاء امين الله يا رب. امين. جزاك الله خيرا واحسن الله اليك، ونسال ان يثبتك ويوفقك وان يجعل اعمالك خالصه لوجهه الكريم. أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تضغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو، ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد.